هلا هذا الاحساس بحد ذاته انا مالي حاسس فيه، لا انا ولا اخواتي ولا اولاد اخواتي ولا حدا ابدا ابدا. نحن من الصف السابع ثامن لازم نطلع برات الدراسه ونروح على الشغل او نلاقي لنا شي شغله ثانيه ابدا ابدا ابدا. بس انا اللي بعرفه يعني بس هيك مجرد يعني فكره مو اكثر. اللي بعرفه اني اذا انت دارس معناتها انت حتنجح، صح ولا لا؟ ولا وضحوا لي الفكره من الموضوع. انا ما عندي فكره بالموضوع، يعني صار عمري هالعمر وما بنعرف هذا الشيء، وما حدا نجح عنا بالعيله، وما حدا وصل لصف التاسع ولا صف البكالوريا ولا شيء ابدا ابدا. الا وحده بنت عمي بالصدفه اخذت التاسع. ايه، لانه كانت رفيقتها شاطره كثير بالصف، فمن هيك هي نجحت يعني. زحط، رفس، دفش. هيك اكتبوا لي بالتعليقات شو الفكره الموضوع. بس متوتر كثير الشاب، متوتر كثير. ان شاء الله يا رب هيك ينجح. والله ما شفته الفيديو انا، بس هيك طلعت اوله ودغري عملت عليه فيديو. بدي اشوف هذا الاحساس شو بصير. هلا كل وحده عندها ولد او بنت تكتب لي بالتعليقات شلون كان توتراتكم، شلون كانت الفكره. حابب اني افهم هاي القصه. او انه انا ما صارت معي. حتى بنتي اللي انا هون بالنرويج هي ما كملت دراسه. حتى هون بالمدرسه ما في شيء هذا توتر انه خلص انت هون بالمدرسه بتنجح دغري على الصف اللي بعده اللي بعده. ابدا، اذا كنت فهمان ولا كنت حيوان نفس الشيء. اللي عايش بالنرويج بيعرف هذا الشيء. فاكتبوا لنا بالتعليقات خلينا نشوف هذا الاخ شو عيبه. اهم شيء راس الاب. يلا والله ما شفتوا انا الفيديو، بدي اشوف ان شاء الله لحق الفيديو.